محلاه الغش كي ما تربحش، محلاه كي يتغشش الجمهور على خاطر فريقه ما ربحش المنتخب البلجيكي اليوم. برافو لأولاد مصر، اليوم كانوا ممتازين، الفراعنة كانوا رجال فوق التيران من المدرب وإطار فني وخاصة اللاعبين. كما قلنا في الفيديو السابق لتحليل ما قبل المباراة، إمام عاشور هو مفتاح المباراة بالنسبة لي أنا، وسجل هدف وكان رائع فوق الميدان. تصديات ووقوف خاصة مصطفى شوبير في المرمى كان عالمي وأداء رائع. يعني مدرب يقوم بتغييرات لاعب بلاعب، مش باش يأمن الدفاع ولا باش يزيد يسكر وينقص مهاجمين وينحي وسط ميدان ويدخل مهاجمين. لا لا لا، العميد اليوم كان حسام حسن كما كان الهداف. الله غالب، الكرة ما حبتش، الحكم زاد دخلها بعضها شوية، المنتخب المصري ما ربحش، لكن مثالش نقولوا ربح نقطة. مبروك للمنتخب المصري، أول نقطة في كأس العالم 2026. إن شاء الله المباريات القادمة على الورق على الأقل تكون أسهل. إيران ونيوزيلندا الحقيقة برونابل برشا، نجموا نربحوهم، وبإذن الله يكون المنتخب المصري في الدور القادم.